السلام عليكم يا هلا بالكتابين الغاليين، شوفكم شو صح. رجعنا لكم جديد. بس قبل الحلقة خلينا نصلي على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تسقوا على الفيديو. طبعا اليوم ما شاء الله زينا يعني الحمد لله والشكر، وصيفنا يعني الجو صار ما شاء الله نار الحمد لله والشكر. من هسه بدأ طيحان حار الحمد لله والشكر على كل حال. فان شاء الله اليوم عندنا تفاصيل مسلسل حامض حلو، موعد عرض الاعلان ان شاء الله على قناة ام بي سي العراق. فوق خلينا نبلش بدون مقدمات. ليتس جو. طبعا بالبداية هذا المسلسل تم عرض الجزء الأول من عنده في سنة، يا الله، تم عرض الجزء الأول في سنة 2019 في رمضان 2019 اللي هي كانت افتتاح ام بي سي العراق في 2019. فالمسلسل حقق نجاح كبير جدا جدا يعني. فقررت القناة ام بي سي العراق تنتج الجزء الثاني في 2020، بس بسبب ظروف كورونا ما قدروا يسوون، فأجلوه على سنة 2021. وبعد النجاح في سنة 2021 قرروا يسوون الجزء الثالث في سنة 2022، وايضا حقق نجاح في سنة 2000 في سنة 2022 في رمضان اللي هي كان العام الماضي، وحقق نجاح كبير. فقرروا يسوون جزء رابع جديد في هذا رمضان ان شاء الله على شاشة ام بي سي العراق. بس للاسف هذا البرنامج يشهد غياب فنانة كبيرة للاسف هسه راح نذكرها. فاوكي خلينا نبلش. طبعا هذا المسلسل من بطولة الفنان الكبير اللي هم نفسهم كل سنة احسان دعدوش، وايضا الفنان علي جابر، وايضا الفنانة الجديدة نار ميان. والله العظيم يعني ما سامع باسمها قبل. نار ميان تقريبا، يعني اسمها شوية غريب ما عرفته. فتحياتنا لهذه الفنانة الجميلة والمتألقة. طبعا ما اعرفها، لي اول مرة تطلع على الشاشة ما اعرفها والله العظيم. فان شاء الله راح تشوفوها في هذول الثلاثة اللي ذكرتهم، راح تشوفوهم ان شاء الله في هذا البرنامج. وايضا الفنان رضا طارش، والفنانة الشابة ساندي جمال، ونخبة من الفنانين العراقيين الشباب الجديد. وطبعا هو حامض حلو كل سنة يجيبون ممثلين شباب جديدين يعني، فراح تشوفون ممثلين شباب جدد، وايضا ممثلين نخبة كبيرة من الفنانين. بس احنا اللي ذكرناهم هم ذول ابطال المسلسل، والبقية نخبة من الفنانين ان شاء الله. نشرب الشاي مالتنا. وطبعا يا شباب هذا المسلسل تم الاعلان عنه، او تم اعلان البوستر مالته قبل تقريبا اسبوع من قبل منصة شاهد في اي بي. فرسميا شاهد في اي بي ايضا عارضة لهذا البرنامج اللي راح يتم عرض قبل الشاشة بيوم واحد تعرض هذا المسلسل ان شاء الله. نفس العام بنات صالح، والله العظيم كنا نروح نشوفها من سينما، ما نروح نشوفها من شاهد في اي بي دورون فلوس، فنروح على سينما تعرضها قبل بيوم. فاي واحد يريد الحلقة قبل بيوم تلقوها على سينما يعني. خاف مثلا مسلسل خان الذهب، مسلسل طوارئ، مثل مسلسل حيرة اعتقد لهم راح يتم عرضه ان شاء الله في رمضان. وطبعا اللي يسأل على حيرة ان شاء الله الاخبار الرسمية بعد يومين تنزل ان شاء الله، لانه هواي ناس يقولوا لي عليه، فان شاء الله راح نقول لكم التفاصيل كاملة. فان شاء الله هذا العمل راح يكون من انتاج قناة ام بي سي العراق، واخراج المخرج الكبير اسامة الشرقي، اللي كان تقريبا اتوقع اسامة الشرقي كان ويا الشرقية، والله العظيم كان عنده اعمال مال الزرق ورق. الله شلون كان طيب، والله العظيم يخبر ورا العشاء. بس الساعة 8:30 ورا العشاء. الله فوق ما علينا من هالسوالف. فهذا المسلسل ايضا قلت لكم من اخراج المخرج اسامة الشرقي، وايضا تأليف نخبة من الفنانين، من نخبة من المؤلفين او نخبة من الكتاب، يعني ثلاث تسمية صحيحة. فان شاء الله راح تشوفون هذا العمل في رمضان 2023 على شاشة ام بي سي العراق بعد اذان المغرب ان شاء الله كل سنة نفس التوقيت. فان شاء الله موعد عرض الاعلان راح تشوفون ان شاء الله يوم السبت القادم، او صح يوم الجمعة، او بالزايد يوم السبت او الاحد ان شاء الله. راح تشوفون الاعلانات كاملة على قنوات الام بي سي، راح تعرض جميع مسلسلاتها ان شاء الله. واول اعلان للام بي سي العراق هو مسلسل حامض شو المسلسل برنامج حامض حلو الجزء الرابع. فرسميا حامض حلو الجزء الرابع موجود في رمضان 2023 ان شاء الله. فانتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله تفاصيل مسلسل حيرة كاملة. فهذه كانت نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وشوفوا لنا رايكم بهاي السبحة. والله العظيم جتني هدية من الزيارة مال كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه. فأوكي هذه كانت نهاية الفيديو، وادعوا لنا إن شاء الله بالنجاح والموفقية في الدراسة إن شاء الله، حتى النجاح، وإن شاء الله النجاح للجميع إن شاء الله.
فهذه كانت نهاية الفيديو، وخلاص رمضان على الابواب، ما بقى شيء ان شاء الله. 23 يوم يهل علينا الشهر الفضيل ان شاء الله. كل سنة وانتم الف خير، وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. وايضا تفاصيل مسلسل رمضان كريم ان شاء الله حتكون هم بالفيديوهات الجاية، وانتظرونا هذا الاسبوع ان شاء الله كل الفيديوهات. كل يوم يجوز ننزل فيديوين ان شاء الله. فرسميا حامض حلو الجزء الرابع في رمضان 2023 على شاشة ام بي سي العراق بعد اذان المغرب ان شاء الله، والاعلان الرسمي يوم الجمعة ويوم السبت او يوم الاحد. فهذه كانت الفيديو، يكون ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، والله العظيم احبكم هو. سلام. نفس كل مرة. يا الله. وطبعا للأسف هذا البرنامج يعلن غياب الفنانة الكبيرة والمتألقة والجميلة آلاء حسين بسبب انشغالها في أعمال ثانية. فللأسف آلاء حسين خارج برنامج حامض حلو الجزء الرابع بعد أن كانت هي النجمة الأولى في هذا العمل. فللأسف آلاء حسين خارج برنامج حامض حلو بسبب انشغالها في أعمال ثانية، ومن أهمها مسلسل الأخوات اللي حيتم تفاصيله إن شاء الله في هذه القناة في الأيام الجاية. مرحبا رمضان.